اهلا بكم. ما فيش شك ان كلنا كجمهور نادي الزمالك زعلانين من الخسارة، ولكن الفوز مش هو المقياس الوحيد للحكم على التيم. الزمالك امس بدأ بنفس الاسماء اللي خسرت كل حاجة السنة اللي فاتت، مع اضافة فقط عبد الله السعيد ويوسف اوباما، لكن الفريق على المستوى التنظيمي كان صلب في الملعب ولا يستهان به نهائيا. جوميز قدر يطبق فلسفته من البداية حتى النهاية، الاستحواذ والاستعادة السريعة للكرة، وأظهر الأهلي الفريق الأجهز عاجز لحد ما استقبلنا هدف عكس سير اللعب. فالحقيقة أيا كانت النتيجة، جوميز أدى الماتش بشكل نموذجي، ومجريات الماتش وإصابة زيزو وسوء مستوى المهاجمين ما ساعدوش على ترجمة ده بالتتويج في النهاية. أنا عارف إن الناس يهمها في النهاية البطولة، لكن لازم تدرك إن صفقات يناير ما هي إلا بداية، والفريق لسه في مرحلة التكوين، وعلشان نوصل للكمال فعليا هنحتاج مش أقل من فترة لفترتين انتقالات. الشيء المهم دلوقتي ان الزمالك مش تايه وعارف الخلل فين كويس، وهيشتغل عليه بمشيئة الرحمن. في النهاية احب اقول لكم ان الحقيقة الواحد غير قلق على الاطلاق على مستقبل الزمالك في وجود جوزيه جوميز. دمتم في امان الله.